هما بيشربوا الشاي كده بعد الأكل، قام سألهم، ويعني خلى الكلام كده ياخد بعضه، وقام قايل له ايه حكايه القصر ده، وهم ليه كل شويه بيقعدوا ينطوا ناحيه البلكونه؟ فقالوا له والله يا ابني القصر ده قصر الملك، والملك ما عندوش الا بنت واحده بس، واللي هيوصل للبلكونه الاول هيتجوز الاميره. فقام قايل ياه، بجد هيتجوز الاميره؟ يا ريتها تكون من نصيبي انا. طب انا كمان نفسي اجي معاكم واحاول اسحر رجلي مثلا زيكم واقعد انط كده عشان اوصل للبلكونه. المهم يعني العيال طلعوا جدعين وقالوا له ما تقلقش، احنا كده كده بنروح كل يوم، فتعالى انت معانا بكره مفيش مشكله. وفعلا خدوا معاهم تاني يوم. وهنا الأميرة وهي باصة من البلكونة لمحت حد جديد في وسط ولاد حكام سوريا كده وهم جايين، وفضلت معلقة عينيها على البطل. وبعد كام يوم قعد عمال ينط يطير، يوم يومين تلاتة، هوبا قام ايه وصل هو لبلكونتها أول واحد. قامت فرحانة جدا بيه، وقامت شداه من ايديه ومساه جامد. وقام الحراس راحوا يبلغوا أبوها الملك إن في حد وصل للبلكونة فعلا بتاعة الأميرة.